ازاي تعمل اي باترن على الحوائط وديكور زي ده على ال 3 دي ماكس. معاك زيدان، لايك وريبوست للفيديو ده وشاركه مع اصدقائك ويلا بينا. عاوزين نبقى منظمين. اول حاجه هنعملها هنجهز اليونت اللي احنا هنستخدمها. انا عملت اكتر من يونت. عملت يونت زي دي عباره عن بوكس وفي بولين 15 في 15، ودي برضو بوكس في شيب معمول له بولين، وده 3 دي وول بانل معمول بالشكل ده. تعالوا نجرب بقى ونشوف هنعملها ازاي جوه ال 3 دي ماكس. بص يا سيدي، احنا هنعمل ايه؟ هنجهز الوحده اللي هنبدا نشتغل عليها بالشكل ده. انا هنا عندي بلين عادي جدا في الديكور بتاع الحائط بتاعتي. كل اللي انا هعمله ان انا هضيف حاجه اسمها كرونا باترن مود. هتفتح لي قائمه بالشكل ده، هخش على نون وبعد كده هختار شكل من الاشكال، بس اهم حاجه ان الشكل يكون معاك تكراري وتايلابل. انا هختار الشكل ده، هتلاقي اتكون كده عباره عن بوكس لونه اصفر حوالين الجزء اللي موجود. تعال نجرب تيست ريندر ونشوف ايه اللي هيحصل. مفيش اي حاجه حصلت، ودي مشكله هتقابلك اول ما تشتغل بالطريقه دي. ليه بقى دي حصلت؟ عشان انت ما حطيتش يوفي مابنج. الباترن مود لو انت حطيت يوفي مابنج واديته بوكس وخليته 15 في 15 زي ما احنا شغالين، هتلاقيه في ثانيه ظهر معاك بالشكل ده، واتكررت كل يونت من اليونتس اللي انت عملتها. الجميل بقى والمميز ان انت من اليوفي سبيس هنا تقدر تتحكم في الاوفست. يعني اقدر احرك التايلنج يمين وشمال. لو انا عايز اكبر التايلنج، كل اللي انا بعمله ان انا بتحكم في اليوفي مابنج. يعني لو عايز اكبر اليونت هخليها 30 في 30 في 30، هتلاقي ان اليونت كبرت معاك بالشكل ده. طبعا انت مصممها على 15 في 15، ممكن تسيبها على كده. بس لو لقيت معاك الاوفست من هنا، قول مثلا ان انت عايز تحركها 13 سم، هتلاقيها بتتكرر معاك بالشكل ده. لو عايزين نخفي الجزء اللي فوق، هنبدا نتحكم في الفي ونطلع بيه لفوق شويه لحد ما نوصل لرقم، هتلاقيها اتظبطت من الجزء ده. تقدر من اليو اوفست كمان تقدر تعدلها بالشكل ده بحيث ان هي تتظبط من الناحيتين. ولو انت عايز تستخدم الماتيريال اللي محطوطه على البانل بس، هتضغط على يوز باترن ماتيريال. فلو انت حاطط اكتر من ماتيريال لكل بانل تقدر تغير فيها. تعال نجرب كده. بص يا صديقي، مجرد ما تقفل الكورونا باترن مود بالشكل ده وتحط كورونا باترن مود تاني، ومن نون هنروح على البانل ده وهنحط يوفي مابنج زي ما عملنا، ودي انا عملتها 60 في 30، هتلاقيها طلعت معاك بالمنظر ده. جهز بقى الاشكال اللي انت عاوزها وزي ما تحب. خلي بالك ليها تطبيقات تانية كتير، عرفني في الكومنتات ايه التطبيقات اللي انت تقدر تستخدمها فيها. بس كده، ما تنساش تعمل لايك وريبوست.